الطفل المميز في حاجه استحاله ما يكونش بيحبها. يعني لو جبنا احنا طفل بيكون مميز جدا جدا في الماث وسالته انت بتحب الماث، هيقول لك انا بحب الماث جدا. كذلك لو جبت طفل بيحب العلوم وسالته انت بتحب العلوم، هيقول لك بحب العلوم جدا طبعا. هتستنتج بالضروره ان هو مميز ومبدع في العلوم، بيحب يكون سيلف ليرنر في الحاجه دي. ده بياخدنا لمفهوم مهم جدا، ان انت لو عاوزه ابنك يكون مميز في اي حاجه فتمشي معاه في 3 خطوات. الخطوه الاولى ان هو يحب الحاجه دي، الخطوه الثانيه ان هو يكون مقتنع بيها، لو اقتنع بيها فهو بالطبيعه هيحبها، هيكون حاببها. الخطوه الثالثه ان هو يبدا ان هو يكون مبدع ومميز فيها، فهنا يكون دوري ان انا اشجعه دايما. عشان كده احنا في 3 سي بنكون حريصين ان الطفل يتعلم البروجرامنج بطريقه تخليه يحبها. طب هو حبها هيقتنع بيها، هي ديت الجيم اللي انا اصلا كان نفسي اعملها بنفسي، هو ده الاب اللي انا نفسي اعمله عشان خاطر اجيب منه فلوس. طب انا هبدا افكر ازاي ان انا اعمله. خلاص حب بقى الحاجه، اقتنع بيها، بيكون مبدع ومميز جدا جدا. فاحنا في طول رحلتنا في تعليم الاطفال البرمجه والاي اي بنكون حريصين على الكونسبت ده، ان هو يحب الحاجه، يقتنع بيها، يكون مبدع جدا فيها.